السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بهاد الحلوه هذه، بديت كنحضر حلوه العيديه. هذه حلوه، اول حلوه صايبتها وجيت نشاركها معكم. حلوه ديال الزمن الجميل، كانوا كيصايبوها مواتنا شحال هذه، ما يمكنش ما تكونوش كتعرفوها. زوينه بزاف بزاف، كتجيب الكاوكاو. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كتجي هشيشه، كتذوب في اليد قبل من الفم كما تيقولوا. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ندوز معكم مباشره لطريقه التحضير والمقادير. غادي نحتاجو في المقادير 500 غرام ديال الكاوكاو محمر ومهرمش كما كتشوفوا، غير مهرمش ماشي مطحون مزيان. و300 غرام ديال الفرش مزيان خاص بالحلويات. 100 غرام ديال الكاوكاو مهرمش للتزيين. 100 غرام ديال السكر كلاصي. 125 غرام ديال الزبده. معلقه صغيره ديال القرفه وقبيصه ديال الملحه. كما شفتوا مكونات بسيطه وسهله، ما فيهاش كثره المكونات، وكتجي حلوه زوينه بزاف بزاف. هانتوما هنايا غتاخذوا القصريه ولا الاناء باش غتخلطوا الحلوه ديالكم. درنا الكاوكاو وضفنا عليه دقيق، غنضيفوا الاضافات كاملين ما عدا الزبده. كاع النواشف غادي نوضعوهم. هنا سكر كلاصي تقدروا تعوضوا بالسكر سنيده، ولكن كنفضل يكون السكر كلاصي. وكذلك تقدروا ديروا قد الكاوكاو قد الكميه ديال الدقيق. هي ما تجيكمش هشيشه بزاف، هي غتجي زوينه ولكن ما غتجيش هشيشه بزاف كما الا كنتو غلبتوا الكاوكاو على دقيق. وصافي كتنسموها بالقرفه، تقدروا تنسموها حتى بالفاني ولا اي نسمه بغيتوها. تضيفوا النكهه ديال شي حاجه اخرى. هنايا انا درت النسمه ديال القرفه كتجي فيها زوينه. وصافي وكنبداو نديروها، نرملوها مزيان. داك المكونات ناشفين نرملوهم باش داك الكاوكاو يبدا يخرج شويه ليدام ديالو، ما غاديش يهز لينا الزبده بزاف. انا هنايا في الاول بديت معاكم درت معاكم غير 125 غرام ديال الزبده، راه دوبت 250 غرام اللي دوبت. ولكن بغيت باش نعطيكم العبار بالتدقيق، بديت معاكم غير بالنص، درت 125 غرام. ملي جاتني بحال هكايا ناشفه، انا غنضيف دابا 125 غرام اللي بقات ليا في الكاسرونه، راه كانت ديجا مذوبه. باش نعطيكم العبار بالتدقيق، يعني خدت ليا 250 غرام بالضبط. وكنضيفوها غير شويه بشويه وحنا كنخلطوا. وبقاو تمعكوها مزيان من يديكم باش داك الكاوكاو يزيد يطلق ليدان ديالو، وما غاديش يهز لكم الكميه ديال الزبده بزاف. صافي وانا كما شفتوا كنزيد داك الزبده شويه بشويه كما قلت لكم بالضبط. 250 غرام ديال الزبده اللي درت ديال المارغرين الخاص بالحلوه، ماشي الزبده ديال البواطه، حيت الزبده ديال البواطه ما تعطيكمش نفس النتيجه في المذاق بالضبط. ما فيهاش الماء، ما كتعطيش المذاق الحلوه كما هي الزبده ديال الزبده الحيوانيه. وكذلك الا بغيتو ديروا نص زيت نص زبده كذلك تقدروا ديروها، حتى هي غتعطيكم نتيجه زوينه. صافي هنايا كما شفتوا معكتها مزيان حتى بانت ليا العجينه ديالي ولا القوام ديالها على هذا الشكل كتلصق. صافي كتجمع هنايا، عرفوا بلي العجينه ديالكم راها واجده. صافي دابا هنايا غنحاول نجمعها على شكل كره كما كتشوفوا باش تجيني سهله في التسراح، وغنبداو نسرحوا فيها. وهي كل ما بقات كترتاح هي كتزيد تطلق ليدام. واخا تبان لكم في شويه في الاول باقا كتفرتت، ما تخافوش من ناحيه، هي ما حدا كترتاح وهي كتطلق ليدام ديالها، خصوصا فاش تبداو تسرحوها. عاد غتحسوا بداك ليدام ديالها غيبان لكم راها ميدمه. صافي هنايا خديت واحد ورق الطبخ فرشته بحال هكايا وكنقاد فيها بيديا. تقدروا تسرحوها غير فوق سطح العمل، دهنوا بشويه ديال الزيت وتقدروا تسرحوا فوق منه. انا كنفضل هاد ورق الزبده كيسهل علينا وكيبقى سطح العمل كيبقى نقي كذلك. وهنا سرحتها شويه بيديا، وغنحط واحد الورق فوق منه. صافي وغنحاول نسرحها بالمدلكه. كذلك تقدروا تسرحوها غير بيديكم بلا ما تحتاجوا لا مدلكه لا والو، حيت دغيا كتمشي هاد العجينه ماشي قاصحه، دغيا غتمشي مع دغيا كتسرح معاكم. تقدروا تسرحوها غير بيديكم بحال كتقرصوا في الخبز. انا صافي هنايا من بعد ما سرحتها مدلكه على هاد الشكل بحال هكا، كتاخذوا ليها العبار اللي بغيتو في السمك ديالها، بغيتوها عاليه ولا بغيتوها رقيقه، كيبقى داكشي على حسب الاختيار ديالكم. انا درتها هنايا حجم متوسط السمك ديالها، ما هي غليظه بزاف ما رققتهاش تاني بزاف كتجيني رقيقه بزاف. وخديت هاد القطعه هذه تقدروا تقطعوا على شكل هلاليات ولا على دوائر مربعات، كيبقى الشكل اللي بغيتو تقدروا تقطعوه بها. انا خديت هاد القطعه هذه وخديت داك الشكل ديال الورده، ما قطعت بالشكل السامبل الاخر. وصافي بقيت كنقطعها على هاد الشكل كما كتشوفوا. والسمك ديالها هانتوما كيفاش درتها على هاد الشكل. هي كتزيد تنفخ واحد شويه في الفرانيه، واخا ما فيهاش الخماره. فاش غديروها في الفران غتبان لكم طلعت واحد شويه، ماشي بزاف ولكن كتزيد تطلع واحد شويه. وصافي مشيت مع العجينه كامله قطعتها بهذا الشكل هكايا. وخديت ورق، خديت لاطه ديال الفران فرشت فيها تاني واحد ورقه ديال الزبده.
وبديت كنست فيها. كذلك الورقه ديال الفران تقدروا دهنوها غير بشويه ديال الزبده ولا شويه ديال الزيت وتحطوا فيها. واصلا هاد العجينه راه فيها الزبده ما غاديش تلصق لكم نهائيا، ما تخافوش منها كاع نهائيا انها غادي تلصق لكم. صافي وحاولوا تاخذوا شي موس ولا باش تبقاو تاخذوا منها، حيت هي صعيبه باش تاخذوها غير بيديكم. عجينه شيشه بزاف فتيه، ما غاديش تقدروا تهزوها مباشره غير بيديكم وتبداو تحطوا. صافي كنحيدها بشويه هكا غير بشويه بشويه بالموس وكنحط في اللاطه ديال الفران جانبا. والعجينه اللي بقات لكم غتجمعوها عادي وتسرحوها، ماشي بحال العجينه ديال الصابلي ما خصكمش تجمعوها، لا لا، هذه غير جمعوها كامله بحال شكل كره وعاودوا سرحوها من الاول، ما كيوقع ليها حتى شي حاجه، بحال يلا عاد خدمتوا بها في الاول. صافي ومن بعد ما ساليت على هذا الشكل بحال هكا عطاتني 2 لاطات. هذا القياس هو اللي عطاتني ديك العجينه. انايا خديت واحد بياض ديال البيض خلطته بحال هكايا وحاولت ندهن به الحليوه ديالنا كاملين باش نزوقوهم من الفوق بشويه ديال الكاوكاو. كتبقى حتى هاد المرحله كتبقى اختيار، يلا بغيتو تضيفوها هي كتزيد تعطيها منظر وكذلك كتعطي حتى المذاق. صافي هنايا من بعد ما دهنتهم كاملين بياض البيض كنرش فوق منهم شويه ديال الكاوكاو وكنحاول نشدو شويه بيدي، كنورك عليه شويه بيدي باش يشد في داك البيض ما يتحيدش لينا. من بعد فاش كيطيب ما كيطيحش نهائيا. والفران راه درتو كيسخن، ضروري يكون سخون من قبل، وكدير ليه حراره درجه الحراره ديال 180 درجه حتى يبداو يتحمروا لكم من التحت. تشوفوا تحمروا من التحت، عاد غتشعلوا ليهم من الفوق يتحمروا لكم من الفوق، وما تغفلوش عليهم، راه دغيا كيشد فيهم الفران وكيجي اللون ديالهم شويه حمر، ما كيجيش زوين، خاص يكون يبقاو شويه بيضين. انا اللاطه الاولى جاتني مزيانه، الثانيه صافي كنفاق ولدي تلاهيت معاه، شدت ليا فيها شويه العافيه، جات شويه محمره بزاف. وهو ها هي الحلوه ديالنا، الشكل النهائي ديالها كيجي على هذا الشكل بحال هكا كما كتشوفوا. صافي هنايا حاولت درت فوق منها شويه ديال السكر كلاصي، حتى هي كتبقى مرحله اختياريه، تقدروا ديروا فوق منها خطوط ديال الشوكولا ولا كما بغيتو. انا كتعجبني هاد السكر كلاصي في هاد الحلوه، كيعطيها داك منظر زوين. غير شويه ما تكتروش بزاف تاني ما تبقاش تبان لكم الحلوه كاع يبان غير السكر كلاصي، غير شويه على هاد الشكل كما كتشوفوا. هي كتجي الحلوه ديالنا على هاد الشكل. نتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. انا هنايا نقربها لكم الكاميرا باش تبان لكم مزيان. عرفتوا في البنه كتجي كذلك زوينه بزاف بزاف وكتجي هشيشه. اللي داقها عندكم اكيد غيطلب لكم المقادير. انا غنحل معكم هاد الوحده باش نوريكم القوام ديالها كيفاش كيجي. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجباتكم ما تنساونيش بالتعاليق واللايكات والبارطاج مع الصحاب والاحباب. وهنا غنكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو. خليتكم على خير، نتلاقاو مع فيديو جديده ووصفه جديده ان شاء الله. وما تنساونيش من لايكاتكم وتعاليقكم. واللي اول مره كتشوف القناه وعجبتها قناتي ما تنساش تشترك وتورك على الجرس. بسلام عليكم.